عسلامة، مرحبا بكم على اكسكيس. باش نحضروا ريسيت بنينة برشا اللي هي البطاطا المحشية. كما باش نشوفوا طريقة التحضير سهلة برشا والنتيجة يكون وجبة خفيفة وبنينة على الاخر. نتمنى تجربوها اكيد باش تعجبكم. بالنسبة للبطاطا ناخذوا الكمية اللي نحبوا عليها، كما هكا قشرتها قسمتها على 2 وقعورتها بالسكينة. من بعد ناخذ الانصاف هذوما متاع البطاطا ونقليهم. علاش نقليهم؟ خاطر اذا كان نعبيهم بالحشو ونحطهم يطيبوا في الصوص ما همش باش يطيبوا، البطاطا ماهيش باش تطيب، باش تقعد ديما نيه، هذاك علاش لازمها تتقلي قبل. بالنسبه للحشو خذيت هنا 300 غرام اسكالوب متاع دجاج ومعاه كميه من المعدنوس وراس بصل صغير ونحطهم يترحاو الكل مع بعضهم. بالنسبة للفاح حطيته زاد هو في الربو معاهم، حطيت شوية ملح وفلفل كحل وهريسة عربي وكركم. وتوا بعد ما ترحى الدجاج زدت له كعب عظم. دونك عظم احنا وايش يلملنا الخليط ما لازمش يكون جاري برشا. وزدت مع الخليط 50 غرام جبن مرحي، وحطيت زاده مغرفة شابلور باش تشرب الماء متاع المعدنوس. في المرحلة هذه توا نبدأ نعبي الانصاف متاع البطاطا. انا ما خليتهمش تقليب بالطبيعة حتى لين طابوا 100%، اما حتى لين كل كعبة فيهم تطرى. نعبي البطاطا بالحشو ونستوي لجناب، ننظفهم بالقدا ونكمل بنفس الطريقة. بالطبيعة نجمو احنا نعوضو الدجاج باللحم مفروم اذا كان نحبو، اما حتى بالدجاج يجي ياسر بنين. كيف زادا نجمو الحشو هذا نعملو بيه اي نوع متاع خضرة، كيما نحضروا فندق الغلة. انا لهنا عندي قرن فلفل كبير شوية، دونك قصيته ديرونديل وباش نحط فيه زادا هو الفارس. دونك كيما نشوفوا عملت ديرونديل خشين شوية مش جويدين باش يهزولي كمية باهية من الحشو. وحتى وكان نكتفيو بالبطاطا نتحصلوا على نتيجة بنينة على الاخر. اما انا حزت هنا الفلفل على سبيل التنويع، معناها باش زاد الفلفل يسيب المطعم تاعو في الصوص ويبدا عنا اكثر من نوع واكثر من لون في الطبق. في وقت اللي انا نعبي في الخضره حطيت صوص تيب. عندي لهنا زيت قليت فيه بصله متوسطه ومغرفتين كبار طماطم. بالطبيعه زدت من بعد الهريسه العربي واللفاح، ملح، تبل وكرويه، فلفل كحل، هريسه عربي، مرقه الطنجرة وخليتها تطيب. كيف بالنسبة للفلفل حطيته تقليه شوية باش الحشو يشد، وكيف نحطه من بعد في الطنجرة ما يتسيبش الحشو ويتفتفت. توا صبيت صلصة وباش نحطها تجيب على الغاز. وبالنسبة للفلفل ما نحطوش توا، وين تبدا البطاطا تطرى بالكدا وقريب تطيب وقتها نزيد نسقط الفلفل نخليه يطيب، بما انه كما نعرفوا الفلفل ما تحبلوش برشا وقت كيما البطاطا باش يحضر. وكما نشوفوا بالنسبة للصوص ماهيش تغم الكعبات البطاطا، نعملوها جارية شوية باش نخليه وقت للبطاطا باش تطيب. وهيك من بعد كما نشوفوا في التصاور الصوص تعقاد. هذه فكرة متاع وجبة بنينة على الاخر، وكما شفنا تحضيرها سهل وما فيه حتى شيء صعيب.